مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة مميزة في افتتاح مركز رونا نادر للعناية بالشعر والبشرة. هنتعرف أكتر عن أسرار النجاح والتفاصيل والتقنيات، وخصوصا إن إحنا هنا بنقدم في الجهاز للعناية بالبشرة بالهيدرو فيشنال 9 مراحل. كل العاملين متواجدين سيدات، وهنعرف ده أكتر مع دكتورة رنا والعروض والخصومات اللي بيقدمها المركز خلال أعياد رأس السنة. ابقوا معنا. أستاذة رنا، أهلا وسهلا بيكي وألف مليون مبروك الافتتاح. الله يبارك فيكي حبيبتي، نورتينا. طبعا عرفينا بنفسك وخبرتك في مجال العناية والبشرة. أنا متخصصة بقالي 15 سنة في مجال العناية بالشعر والبشرة. يعني على قد ما أقدر بنحاول نعتني بالشعر والبشرة وبنوصلها يعني للشعر تكون متحسنة لأبعد ما تتخيل. يعني بتبقى حاجة قبل وحاجة بعد، تختلف أكيد تماما. والبشرة نفس الكلام. عايزة أعرف الجهاز اللي حضرتك تقدري تستخدميه في تنظيف البشرة. جهاز هيدرو فيشنال 9 مراحل. يعني هي أفضل حاجة حاليا موجودة، ويعني أحدث حاجة نزلت اللي هو 9 مراحل، ونازل فيه تقنية جديدة اسمها اكسجينو. دي بتدي نضارة للبشرة تخليها تختلف تماما، وبنعمل بقى عناية من أول رقم 1 لحد 9 بقى. عادي المراحل دي كلها بنعمل تحسين للبشرة وصنفرة، ولو في أي حاجة في عندنا حاجات كتير طبعا يعني في تنظيف البشرة. علاج الشعر أنا شايف حضرتك كاتبة بالكافيار والبوتكس والتريتمنت. أنا عايزة أعرف تفصيلة كل حاجة، وهل حضرتك بتحددي السيدة اللي جاية لك إيه نوع شعرها ومحتاج إيه؟ طبعا كل شعر بيختلف عن التاني تماما. في شعر طبعا بيبقى الكيرلي بتاعه خفيف، في شعر الكيرلي بتاعه حسب الكيرلي يعني درجات. في شعر خشابي، في واحدة مثلا شعرها اصلا حلو في موجة خفيفة، فنازلة الصبح عايزة شعرها يبقى حلو، فمش عايزة تستغنى عن السشوار والبيبيليس، طبعا مهلكة للشعر، فبتختار طبعا عايزة تعمل شعرها حاجة تكون سريعة، فاحنا بنرشح لها حسب طبيعة شعرها نعمل لها التريتمنت المناسبة. طبعا كل انواع التريتمنت اللي عندنا يعني خاليه تماما من اي حاجه ضاره. استاذه رنا، عايزين نتعرف من حضرتك على العلاج بالخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه في منه ممكن نشتغل بيه بكذا شق، حسب في ممكن نقفل بيه الفروه بتاعه الشعر قبل التريتمنت المناسب اللي هنحطه لطبيعه الشعر احنا عايزين نوصلها لانهي مرحله. ممكن نقفل بيه الفروه، وممكن نشتغل بيه حسب الشعر محتاج ايه. ممكن نشتغل بيه مثلا يعني بيشتغل نغلق بيه المسام قبل الجلسه، ممكن نشتغل بيه ان احنا نعمل بيه درما بن، ممكن نشتغل بيه ان احنا نعمل بيه درما رول، حسب احنا هنوظفه ازاي. بيشتغل طبعا حاجات كتير، بنشتغل بيه على الجلد دايركت بتاع مثلا الشعر، بيبقى في ناس عندها تساقط، في ناس عندها فراغ، كل ده بنمشي في الكلام ده. وممكن نضيفه كمان للتريتمنت نفسها. حلو خالص. انا كنت دايما بسمع ان البوتوكس للبشره بس، دلوقتي انا بسمع البوتوكس في الشعر. لا، البوتوكس دلوقتي فيه للشعر، بيدي زي فوليوم للشعرايه، وبيضيع الهيشان بتاع الشعر. لو في تقصيفه بيخلي الشعرايه شكلها حلو، وفي نفس الوقت مرتاحه، يعني تحسي ان هي شكلها حلو، فيها زي هوا كده. يعني تمسكيها تحسي ان الشعرايه بتروح وتيجي معاكي مش واقفه. وهل الطرق العلاجيه والحاجات اللي حضرتك بتستخدميها بتطول الشعر او بتساعد مثلا عن ازاله القشره؟ طبعا. انت اول ما بتعملي جلسه تريتمنت طبيعي القشره تلاقيها اختفت من 3 غسله بالظبط. وطبعا يستحسن ان انت بعد الغسيل ان احنا او بعد ما نعمل اي تريتمنت ان احنا نستخدم شامبوهات خاصه بالعنايه بالشعر والبشره. يعني انا برشح لها لو في حاجات معروفه انا بقولها لها، لو هي حابه تاخد من عندي انا بوفرها. يعني في شامبوهات وبلسم او سيرم شامبو بعد التريتمنت، شامبو بلسم وسيرم وحمام كريم، تمام. دول الاساسيين لازم بعد الجلسه نمشي بيه، بس عشان ترجعي في الاخر تعملي الروتس بس لما تطلع الروتس. ايه العروض اللي بيقدمها مركز رونا نادر بمناسبة الافتتاح وخصوماتك بقى لكل المتابعين؟ احنا عاملين خصم 50% على كل حاجة. خصم 50% ان شاء الله من مركز رونا نادر لعلاج الشعر والبشرة. استاذة رنا، شكرا لحضرتك. انا عايزاكي تقدمي نصيحة لكل السيدات. والله نصيحة لكل السيدات خاصة بالشعر والبشرة، يعني أهم حاجة الاهتمام. يعني نصحى من النوم نهتم، لو البشرة هنستخدم غسول ماشي مع بشرتنا حلو، ونحط مرطبات، ونحط طبعا احنا لو نازلين بالنهار في الشمس لازم نحط عازل أساسي، لازم نحط حماية. الحماية أساسية من الشمس، دي حاجة. الحاجة التانية أهم حاجة طبعا مرطبات، هيروليك أسيد، ممكن نحط سيروم فيتامين سي، دي حاجات أساسية ما ينفعش ما نقفش، لازم نشتغل بيها على طول على البشرة صبح وليل.
عاوز اعرف من حضرتك، طبعا اكيد المركز متخصص للسيدات، بس انا شايفه كمان ان كل العاملين بالمركز سيدات، ده حضرتك ليكي رؤيه؟ طبعا يستحسن دايما ما بتشتغلي في مكان بنات بتحب تبقى واقفه براحتها، العامل لما بيجي بيحب يبقى براحته، وقاعد الستات بتبقى طبعا ليها راحه افضل. شغلنا كمان يعني احنا يعني في حاجتين معينين بنهتم بيهم في الشعر والبشره، يستحسن ان احنا نبقى براحتنا، يعني نشتغل براحتنا. بنقول لحضرتك الف مليون مبروك الافتتاح. رساله توجهيها بقى لكل متابعينك مركز رونا نادر بعنوانك لكل المشاهدين قدام الكاميرا. والله اتمنى تنورونا، وان شاء الله احنا عاملين خصومات حلوه جدا، وهيعجبكم كل التريتمنت اللي عندنا، ونآمن 100% سيفتي للاطفال والحوامل وكبار السن. تنورونا وتشرفونا، تحت امركم في اي وقت.